انسي زفارة كبدة الفراخ نهائي واعمليها بدبس الرمان، طعمها يجنن. الوصفة دي بجد قنبلة طعم بين الحادق والمزاز والحراق الخفيف، حاجة كده تخلي اللي ياكلها يسأل هي اتعملت ازاي. المقادير: 500 جرام كبدة فراخ متنضفة ومغسولة كويس جدا، 3 معالق كبار زيت، 4 فصوص توم مفروم، فلفل أخضر حار حسب مزاجك، شوية كزبرة خضرة مفرومة، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، 2-3 معالق كبار دبس رمان، عصرة ليمون اختياري بس مهم جدا، عيش بلدي طازة. الطريقة: أول حاجة سر اختفاء الزفارة. قبل أي حاجة انقعي الكبدة 10 دقايق في مية زائد عصير ليمونة زائد رشة ملح، وبعدين تتشطف بسرعة وتتصفى، كده قلتي باي باي لأي ريحة. التشويحة الصح: سخني الطاسة على أعلى نار لحد ما تبقى مولعة، حطي الزيت وبعدها الكبدة طبقة واحدة بس، ما تزحميهاش علشان تاخد لون حلو وتفضل طرية. الدقة السحرية: زقي الكبدة على جنب وحطي في النص التوم زائد الفلفل، قلبيهم ثواني لحد الريحة ما تضرب في المطبخ كله. التتبيلة: حطي الملح زائد الكمون زائد الكزبرة الناشفة وقلبي كله مع بعض كويس. اللمسة الجامدة: ضيفي دبس الرمان وسيبيه دقيقة أو 2 بس، هتلاقيه بقى صوص تقيل كده وملمع الكبدة. السر الأخير: لو الطعم مسكر سنة عصرة ليمون صغيرة تظبط الدنيا. التقديم: تتقدم سخنة مع عيش بلدي كده وتغمسي وتعيشي أحلى مزاج. سر المهنة: ما تستويش زيادة علشان ما تنشفش، النار العالية يعني طعم مطاعم بجد. الدقة لازم تتشوح لوحدها الأول علشان تطلع أحلى نكهة. جربيها كده وهتدعيلي، دي وصفة مزاج مش هزار. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.